كل ده قال لهم بجدية كل حاجة هتعرفوها في الوقت المناسب. الكل ساعتها كان قاعد مصدوم وعايزين يعرفوا ايه سر رجوعي دلوقتي، وليه جدي كان مخبيني كل السنين اللي فاتت دي عنهم. وفي وسط استغراب الكل كان في طبعا نظرات قوية قوي عليا، ولسه برفع عيني لقيت فهد بيبصلي بنظرة ما قدرتش افهمها. المهم فارس ابتسم وقال لي اهلا يا ندى، نورتي البيت. ابتسمت وقلت له اهلا بيك. قال لي عرفك علينا، انا فارس وده فهد اخويا الكبير، ودي فيروز اختي الصغيره. ابتسمت وقلت له اهلا بيكم. فيروز قالت بفرحه ياه اخيرا هلاقي بنت معايا في البيت ده. ضحكت وقلت لها وانا كمان كنت لوحدي. منار مرات عمي قالت لي بكل حنيه اهلا يا بنتي، انا بقى منار والدة فهد، وده عمك محمد جوزي. ابتسمت وقلت لها اهلا بيكي يا طنط. قالت لي قولي لي يا ماما انتي في مقام بنتي فيروز. وقتها عيوني دمعت ورحت حضنتها. قلت لها حاضر يا ماما. عمو محمد ابتسم وقال لي طيب هم لو حابين تكملوا القصة اسم القصة موجود على الفيديو، وكمان في سهم تحت صورتي في الفيديو دوسوا عليه هيدخلكم القصة على طول.